الفاصل، وكتير مننا بيحب يكون له دور ويشارك في كل حاجة بتحصل حواليه، أو كتير مننا كمان بيحب يكون ليه دور فعال وأساسي. وفي مننا بقى اللي بيحب يمشي جنب الحيط ويقول خليني في حالي وأنا مالي. أنت أي واحد فيهم، وإحنا كمان أي واحد فيهم، هو ده اللي هنعرفه من خلال الفقرة دي. كمان في نوعين من الشخصيات، في نوع إيجابي وفي نوع سلبي، وكمان هنتكلم عن تغيير سلوك المصريين بعد ثورة 25 يناير. فموضوعنا النهاردة بيشرفنا أن يكون معانا دكتور ماهر الضبع، استشاري الأمراض النفسية بالجامعة الأمريكية. بنرحب بحضرتك، صباح النور. صباح الخير دكتور. ومعانا كمان الكاتب الصحفي الأستاذ فيليب فكري، منورنا وصباح النور. صباح الخير. دكتور ماهر، بداية كده عايزين بس نوضح ايه الفرق، او يعني ايه انسان ايجابي وانسان سلبي؟ يعني التعريف اوقات بتحدنا قوي، لكن او نتكلم بشكل عام يعني عن حينما يواجه موقف الانسان، حينما يواجه موقف خاص او عام ويؤثر السلامة ويتباعد ويمشي جنب الحيط، ده السلبية. ان يبقى شاعر ان هو عاجز ان هو يساهم بأي حاجة لإصلاح هذا الموقف، برضو الشخصي أو العام. يعني شعوره بالقلة بيؤدي أن هو يجنح ناحية السلبية. الإيجابية فيها الكثير من الثقة بالنفس والإدراك أن أنا أقدر يبقى لي دور إيجابي في إصلاح هذه المشكلة، وعندي القدرة أن أنا أتحرك. مش بس عندي ثقة في نفس، لكن عندي القدرة أن أنا أتحرك صوب حل المشكلة أو التعامل معها. ممكن أكون إيجابي أو سلبي، بس أنا مش عارف إن كنت إيجابي أو سلبي. غالبا لا، غالبا يعني الانسان لو قعد كده فحص ذاته شويه، واحنا قلما نعمل كده ان الواحد يقيم حياته، غالبا هيقدر يدرك انه انا كان عندي موقف في الشغل، كان المفروض اتكلم، كان المفروض اعبر عن رايي، لكن انا مشيت جنب الحيط. وغالبا اللي معايا كمان، يعني مرآة الإنسان ممكن يبقى الآخر، ممكن يبقى الأصدقاء، شريك الحياة إلى آخره، بيساعدني أن أدرك أنا ميال للسلبية أو الإيجابية. طيب، من كلام دكتور ماهر أستاذ فيليب، واضح كده إنه المواقف هي اللي بتبين الإيجابية أو السلبية، يعني كان شخص إيجابي أو شخص سلبي. ازاي شخص يكون عضو فعال او ايجابي من خلال محيط الاسره اللي حواليه، او محيط الاصدقاء، او كمان محيط المجتمع عامه، او محيط الدوله؟ أو يعني محيط هي الدوله تحديدا. يعني احنا في النظام السابق، عشان يعني هاخد من كلام دكتور ماهر، اللي ماشي جنب الحيط ده، احنا كشعب قعدنا حوالي 60 سنه معظمنا ماشي جنب الحيط، معظمنا حاسس ان احنا مش ملناش دور. لما احس بكده كدوله بترسخ فيا الحكايه دي، بلاقي المجتمع بنفس الشيء بيرسخ فيا الموضوع ده، وهكذا الاسر بتتاثر بالدور الدوله او اللي عاملاه الدوله في المجتمع. فكان عندنا مشكله في حته الايجابيه دي، كان عندنا مشكله في ان احنا معظمنا ماشيين جنب الحيط، معظمنا ملناش دور اساسي، معظمنا حاسس ان ملناش صوت، مش قادرين نتكلم، ما عندناش ثقافه اللا، ثقافه الحوار. الانتخابات كانت معظمنا ما بنروحش عشان عارفين ان مش يعني صوتنا مش مفيد. يعني في ناس بتعمل الاصوات دي وبتقوم بدورنا. فمتهيألي ده كمجتمع، يعني كمجتمع كبير اللي هو الدوله بتاعتنا، انا حاسس ان ده كان موجود فيما يعني تقريبا ال60 سنه اللي فاتت. استاذ فيليب، اكيد دلوقتي بيدور في ذهن المشاهد انه هل ده هيستمر ولا لا، هل ده وقتي ولا لا، هل نظرا للظروف واهميه الحدث الناس بقت ايجابيه؟ ده هنعرفه منك بس بعد سؤال يوسف. دكتور ماهر، في سؤال. الايجابيه دي هي منحصره بس يعني بعد ثوره 25 هي منحصره في ان سقوط نظام او سقوط رئيس مخلوع، ولا في بداخلنا حاجات اكتر ايجابيه نقدر نعملها؟ بكل تاكيد التغيير مش بالصورة الحاسمة دي، لأنه زي ما فهمنا من الأستاذ فيليب الأفكار الحقيقية العميقة اللي قالها، إن إحنا عندنا مشكلة. إحنا تربينا بهذه الصورة كمجتمع. في الأسرة تربينا إنه الإنسان ما يعبرش عن نفسه، ما يبقاش عنده
قدرة أن يقاوم أو يعبر عن اعتراضه أحيانا على الأكبر منه، أنه لازم نسمع الكلام بصورة دائمة. يفضل جدا أن احنا ما نسألش، ما نتكلمش، ما نعترضش، نروح المدرسة نلاقي نفس القصة في المجتمع الخارجي في يعني انا دلوقتي عشان انا دلوقتي ابقى ايجابي او سلبي، ده عامل من انا من التربيه اللي انا تربيتها طبعا من ثقافه المجتمع والتربيه. وبعدين اروح للمجتمع، المجتمع يعني يمكن بلاد القليله في العالم اللي في حاجه اسمها جريمه الراي. اقول رايي، ابقى قدر من الايجابيه في ان اعبر عن رايي واحاول تغيير الامر الواقع، دي جريمه في بلادنا. فعندنا هذا الميل الطبيعي نحو السلبيه. ضف الى هذا سيكولوجيه الاقليه، دي مشكله اخرى. الاقليه عاده بتبقى يا اما بتجنح للعنف، ما يسمى الميليتنت ماينورتي، يعني زي مثلا السود اللي في امريكا او ليهم اصل افريقي، كانوا اقليه بس ثائره متمرده. لكن في اقليات اخرى خانعه بتمشي جنب الحيط وجوه الحيط. احنا ميالين اكثر في مصر ان احنا نبقى الاقليه اللي جوه الحيط. فده جزء من تكويننا النفسي. تغيير هذا مش هيبقى بسرعه، لكن يوم وليله بلا شك 25 يناير يعني عملت دفعه ضخمه جدا للشباب خصوصا. يعني طب دكتور ماهر، بما انك جبت سيره 25 يناير او استاذ فيليب كمان يشترك معانا، انه احنا في كلمات سمعناها: ما ترميش زباله، ما تكسرش اشاره. اي موقف يحصل تلاقي الشخص بسيط: ايه ده انت لسه بتعمل ده حتى بعد ثوره 25 يناير؟ يمكن كنا بنسمعها بس اول مره تفعل بالشكل ده، او اول مره الاشخاص البسيطه اللي في الشارع تلاقيها كده متحمسه واخدها التباهي ان هي بتعمل حاجه زي دي بعد ثوره 25 يناير. السؤال هنا: هل ان الثوره استاذ فيليب غيرت يمكن تفكير واذهان الناس قبل ما تغير الهيكل السياسي؟ لانه لحد دلوقتي مش شايفين اي ملامح خير من الثوره، ومع ان هي يعني السنه قربت تخلص، لكن يمكن تكون غيرت اذهان وفكر الناس. هل ده فعلا ولا مع الوقت هيختفي؟ الثوره شيء صادم، يعني حصل صدمه للشعب. والصدمه دي ليها معنى ايجابي ومعنى سلبي. يعني في الصدمات الحاجه المفاجاه والغير متوقعه مهما كانت حلوه او وحشه، دي صدمه حصل. انا بشبهها بواحد نايم بقاله 60 سنه، حد نايم جينا صحناه بشكل مفاجئ وعنيف، يعني صحناه فهيقوم هيعمل حاجه من ثلاثه: يا اما اولا في كل الاحوال هيبقى مش فايق ومش واعي ومدروخ، يعني انه نايم بقاله سنين. يا اما هيقوم بشكل عنيف ويضرب اللي قدامه، يعني انه ازعجه من صحيانه ده. يا اما هيقوم بشكل مبسوط برضه، هو مش فايق قوي بس مبسوط ان هو صحي بعد ما كان نايم بقاله سنين. يا اما هيقوم بشكل رافض لفكره الصحيان دي عموما، خد على كده يعني ويبقى عايز يرجع ينام تاني. انا حاسس ان احنا في الفتره دي، يعني احنا تقريبا في الفتره دي حصلت ثوره، حصل ان الشباب عملوا حاجه غير متوقعه ابدا، محدش كان يتخيل اللي احنا بنشوفه النهارده. فجاه بقى في روح ايجابيه عاليه جدا عند الناس ان انا قدرت اعمل حاجه. انا كشعب، انا كمواطن ليا راي، ليا حق، ليا دور، اقدر اعمل حاجه. صحينا كلنا بقينا نعمل اللي حضرتك بتقول عليه، المسجات واليوفط والاعلانات. فكره ان لازم اكون ايجابي، الحملات الكتيره قوي اللي اتعملت، الجروبات الكتيره قوي اللي اتعملت، كلها عشان اكون ايجابي وعشان ما اعملش، عشان انظف بلدي. وكلنا نزلنا مسكنا مقشات يعني عملنا حاجه برضو ما كانتش متوقعه. مرورا بالوقت ابتدى الحملات دي تقل، وابتدى الشعب دوره يتراجع. ده للاسف يعني اللي كان بيحصل بعد ثوره 25 يناير ما كانش كده. مش هو اللي بيحصل النهارده. جايز برضه من يعني ده دليل او مش دليل، ده عشان اللي بيحصل ما فيش قرارات بتتاخد سريعا، فالناس بدات تزهق وتمل. الله ينور يعني هي بدات احنا يعني احنا شايفين ان الدنيا زي ما هي. هو بيقولوا في ثوره حصلت وغيرت النظام، بس النظام ما اتغيرش. يعني انا ليه بدفع رشوه؟
ليه برشي؟ هو رأس النظام هو احنا شلنا حد. لكن انا ليه برشي؟ لان في مرتشي. طب وليه في مرتشي؟ لان هي كده، هو النظام كده. طب ايه البدايل؟ ما اعرفش. يعني انا لما بقى في اشاره واكسر الاشاره ويجي العسكري مثلا مش عارف ايه، فالتعامل الطبيعي للحاله دي ان انا اطلع حاجه، وهو التعامل الطبيعي انه يروح ايه واخدها مني بالشكل ده. طب هل ده اتبدل بحاجه تانية؟ محدش قال له ولا حد قال لي. احنا من جوانا عايزين، يعني احنا كشعب اللي حصل بعد الثوره عايزين كده، لكن مفيش حاجه ساعدتنا. هدفنا كان واحد لمصلحه البلد، في هدف واحد كلنا متوحدين عشانه وعايشين عشانه وبنعمل كل حاجه في طاقتنا عشانه. فجاه الاهداف دي تفرعت، ما لقيناش حد تبنى الهدف الواحد ده، مفيش سلطه جت تديني الدافع الايجابي ده، تحسسني بالدور ده. بس هو في ناس لسه مستمره يعني في الجانب الايجابي ده، وبرضه هيخليني اسال دكتور ماهر. دكتور ماهر، الناس اللي لسه مستمره في الايجابيه دي، هل هيستمروا كده ولا برضه هيجي عليهم وقت ان هم يتراجعوا؟ هل هيبقوا لسه فعالين ايجابيا، ولا برضه هي زي ما في مجموعه خلاص ركضت وما بقتش تعمل اي حاجه؟ هل ده هيأثر عليهم؟ يعني انا قناعتي انه الشباب دول على وجه التحديد، اسمحوا لي في تعبير انجليزي، قالوا قائد شهير في الجيش الامريكي من 200 سنه كده ولا 150 سنه، قال I got my voice back، يعني حصلت على صوتي، وكأني ما كانش عندي صوت ودلوقتي I have a voice، عندي صوت. الشباب الذي استرد صوته لن يتخلى عن صوته مطلقا وابدا، حتى لو قابلته بعض العقبات. بتقابله فظائع. ليه؟ بتقابله صراع الاجيال، لانه ادي الشباب ما نقدرش ننكر ان الشباب هم صناع الثوره، هي ثوره شعب لكن بدأها وبيحرص عليها الشباب، كل شهداء الثوره شباب، كل المصابين شباب، ثوره شباب. لكن هناك صراع الاجيال. الجيل الكبير، الشعور الرماديه، مش عايزين شويه العيال، التعبير ده اللي بيستخدم باستمرار. ايه شويه العيال دول؟ مين اللي يروح يلم شويه العيال اللي في التحرير؟ صراع الاجيال عايز الاولاد دول، الشباب دول، يرجعوا تاني للنمط القديم. طب ده نسمع الكلام اللي بنقوله إيه يتعمل، احنا اللي فاهمين انتوا مش فاهمين. طب ده تفسيره ايه؟ هل مثلا عشان الناس اللي هي القديمه الكبار اللي حضرتك قلت عليهم خلاص عاشوا يعني يكفي فمش عايزين مشاكل، وهل الشباب عايز يكافح ان هو لسه قدامه المستقبل كبير؟ بكل تأكيد. الشخص التقدم في السن اولا عنده قناعه ان هو اللي فاهم كل حاجه وان ده الاسلوب الصح، ولا يقبل مطلقا انه العيال الصغيره دي تفرض ارادتها عليه حتى او في التعامل في الاسره حتى في الاسره وفي المدرسه وفي كل الروتين خد عليه بالظبط. وبعدين بالاضافه انه اللعبه اللي بيلعبها النظام الذي لم يسقط، هو العيال دول هم اللي عاملين عدم استقرار في البلد، هم دول اللي مخلين الشغل مش ماشي، واللي مش عارف السياحة مش عارف ايه، والبورصة بتنهار. مين اللي بيعمل كل ده؟ هم العيال دول. تعبير قاسي احمق، العيال دول اللي بينزلوا التحرير. فابتدوا يعبئوا القوى المجتمع ضدهم. فابتدوا دلوقتي اللي هم كانوا على رأي نجم الشاعر الرائع لما قال الورد اللي فتح في جناين مصر، دول الورد اللي فتح في جناين مصر. بقى دلوقتي كتير من الشعب أأمل انه ما يبقاش الغالبية، ابتدت تقول لا خلاص سكتوهم، احنا مش عايزينهم، لا عايزين البلد تستمر، عايزين الاستقرار، عايزين. فابتدى يطلع قوة مختلفة، قوة العباسية ضد قوة التحرير. وأأمل ان احنا نبقى واعيين لهذا، خصوصا احنا كمسيحيين. أأمل أن لا نجنح نحو الاستقرار، ما يسمى بالاستقرار، نحو العباسية، ونترك الورد اللي فتح في جناين مصر، نسيبهم لوحدهم ويغتالوا من الجيل القديم وتموت الثورة. لكن قناعتي ان هؤلاء الشباب هيستمروا بهذه الصورة
مش هيسكتوا، هيفضلوا ايجابيين على طول يعني الى يومنا هذا. لما يقفوا في محمد محمود، استاذ فيليب كان بيكلمني من قبل ما نصور على اللي كان بيحصل في محمد محمود، في شارع محمد محمود او مجلس في الوزراء. مجلس الوزراء، والشباب اللي زي الورد دول واقفين قدام الدبابات والجنود المدججين بالسلاح، ويقولوا يسقط يسقط حكم العسكر ده. دي قوة رائعة مش هتروح هتستمر. طيب دكتور ماهر، تقود البلد دي للخير. لو حضرتك جبت سيرة الورد محتاج ميه ووقت كتير عشان ريحته تظهر اكتر. فلو اتكلمنا، لو هتتفق معايا انه ايجابي بمعنى فعال، فمدى فعالية يوم 25 يناير اللي قادم او صورته شايفها زي استاذ فيليب؟ هل فعلا شايفها انه هتبقى صورة فعالة صورة 25 يناير في ظل الدعوات اللي بنسمع عنها كتير؟ هيبقى شكله ازاي 25 يناير اللي جاي؟ محدش يقدر يتوقع هيبقى شكله ازاي خالص، لكن اقدر اقول يعني لو نرجع ورا شوية اشبه برضو اللي احنا فيه ده بان في عربية وفيها ركاب، فيها عدد كبير من الركاب. العربية دي سايقها سواق شارب سكران مش مظبوط، ما بيعرفش يسوق قوي، فعمل يخش بينا في حيطة، يخش بينا في عمود نور، يخش بينا في رصيف، لحد ما الناس كلها الركاب زهقت وهاجوا على السواق ده وراحوا منزلينه. والسواق ده وهو نازل قال لجماعة كانوا بيساعدوه خدوا بالكم من العربية. نزل السواق وفضلت العربية ماشية من غير سواق. فاحنا دلوقتي ده انا بشبه اللي احنا فيه ده كده. العربية ماشية من غير سواق، فعمالة تخش في رصيف وتخش في عمود نور وتتقلب ويحصل لها كل حاجة. ولغاية دلوقتي ما وقفتش. ما وقفتش، هي بتمشي، هي ما بتوقفش. يعني هي ممكن تتقلب لا قدر الله او خلافه. فانقسم الركاب دول لثلاث انواع. نوع يقول لك احنا لازم نجيب سواق. طب نجيب سواق منين؟ من الركاب اللي عارفين معاناة العربية وهو سايقها السواق القديم وطلع عينيهم يعني. فنختار بينا واحد بيعرف يسوق. نوع تاني يقول لك لا، احنا نشوف حد من الناس المساعدين للسواق القديم ده يجي يسوق العربية ايا كان بقى، حتى لو ما بيعرفش، هو عارف يعني ايه العربية وخباياها، عارف الاماكن الدريكسيون ويعرف فين المفتاح وهكذا. النوع الثالث يقول لك لا، احنا من ساعة ما نزلنا السواق ده واحنا عمالين نشوف بلاوي زرق، عمالين نخش في حيطة ونخش بتاع والعربية تتقلب، احنا عايزين نرجع السواق ده، او عايزين الاستقرار اللي كان معيشنا فيه السواق القديم. لانه تشتت في الاراء يا استاذ فيليب. بالظبط. نتيجة ايه؟ ما هو المشكلة فين؟ ان مفيش سواق. ليه مفيش سواق؟ لان الناس اللي جم يخلوا بالهم من العربية مش عايزين يبقى فيه سواق، عايزينها تمشي كده، عايزينها يحصل فيها اللي حصل ده. دكتور ماهر، انا في سؤال. في دلوقتي الايجابيه ذات نفسها، في اقاويل انها بتنقسم لقسمين. في ايجابيه ان هو فعلا واحد فعال، يعني مثلا انتخابات ينزل فعلا عشان الانتخابات، في تصويت ينزل، في حاجات فعاله يعملها. لكن في ايجابيه ان انا هعمل كده وخلاص، مش يعني حتى بدون اقتناع. يعني مثلا لقيت مظاهرات، انا اخش في المظاهرات ليه؟ ما اخش وامشي. في انتخابات ده بقى هنزل اقول اي حاجه وخلاص. عايزين نعرف بس، هل في عوامل او اسس عشان الانسان يبقى ايجابي بحق؟ يعني هو انسان بيتصرف كريشه في مهب الريح، انسان سيكولوجيه الجماعه، معهم عليهم يعني بتزعق بتقول همشي معاهم، وبعدين لقيت ناس تاني بتزعق وبتتكلم وشكلهم كده يعني مصحصحين قوي همشي معاهم. وكأن الإنسان بلا عقل بلا قدرة على تقييم الأمور. طبعا دي مش إيجابية، هذه حماقة، لأنه بيساق بهذه الصورة سيساق بصورة أخرى بعد لحظات أحيانا، لأنه ما فيش عقل بيقود مسيرته، لكن لازم يقيم هو إيه السكة اللي هو عايز يمشي فيها، إيه قناعاته الشخصية، علشان لما يمشي في هذا الطريق يبقى خطاه ثابتة ويستمر. والحقيقة في حماسة، يعني وده جزء من بركات 25 يناير، انه الناس اتحمست، استردت ثقتها بنفسها، استردت الثقة في ان احنا نقدر نغير الامور. ما احناش يعني لا حول لنا ولا قوة، لكن نقدر نغير الامور. ينبغي ان نتوقف ونقيم الامور، لان احنا يمكن ان نساق دون ان ندري. يعني
خوفنا على الاستقرار، خوفنا على المصالح الشخصية، خلينا نسلك مسلك خاطئ ان احنا نقول لا 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 عايزين نرجع للسواء القديم زي ما كنا بنسمع. لكن احنا مصر لا يمكن ان ترجع الى الوراء. دقنا الديمقراطية، وده تفاؤلي في المستقبل ان الشعب ده الديمقراطية لأول مرة في تاريخه اعتقد. شفنا ديمقراطية حقيقية ومش هنتخلى عنها، مش هنسيبها حتى لو مرت سنين 4-5 سنين وكان الجو العام مش افضل جو في البلد، لكن هنعيد التقييم مرة تانية، ومجلس الشعب اللي جاي هيبقى اكثر توازنا ثم اكثر ثم اكثر، وهنبقى في مصاف الدول المتقدمة كنتيجة ما حدث. وزي ما حضرتك قلت ان هو ده الديمقراطية، لان الانسان العادي لما بيدوق حاجة حلوة بيفضل مش بيسيبها على طول. بالظبط. دكتور ماهر الضبع، استشاري الامراض النفسيه او استاذ علم المشوره بالجامعه الامريكيه، بنشكر حضرتك، نورتنا وصباح النور. استاذ فيليب فكري كاتب وصحفي، نورتنا وصباح النور، شكرا لكم. مشاهدينا، الايجابيه والسلبيه وجهان لعمله واحده، يا اما تكون ايجابي يا اما تكون سلبي، بس احنا طبعا المرحله دي مش محتاجه سلبيه خالص، احنا محتاجين ايجابيه عشان مصر تمشي الخطوات الصحيحه اللي احنا المفروض نمشي عليها. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع مع الفقرة الجديدة اللي اتضافت علينا في يوم الأربع، وهي التنمية البشرية عشان حياة أفضل. ونرجع تاني، خليكم معنا.